السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الخوت كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ هانيا اموركم مزيانة؟ كلشي بخير وعلى خير؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنشوف واحد الفيديو اللي خرجت به قناة النهار الجزائرية واللي هاجم فيه السي عبد الناصر، عبد الصمد ناصر عفوا، الصحفي المغربي اللي طردوه من قناة الجزيرة وكتهموا بشي كلام خطير خطير جدا. ونتابعوا معنا الفيديو وعطيونا الآراء ديالكم. السلام عليكم ورحمة الله. هذه نشرة الأخبار من قناة الجزيرة في قطر. عبد الصمد ناصر المغربي مذيع قناة الجزيرة لأكثر من 26 عاما على شاشاتها يتم طرده نهائيا من مكاتب أكبر قناة إخبارية عربية. الكثير ربط هذا الطرد بتغريدة سابقة لناصر هاجم فيها الجزائر، لكن التفاصيل هي أخطر من هذا. قرار فصل ناصر عبد الصمد كان قبل سنوات حين لجأت الجزيرة لسياسة تغيير بعض الوجوه، لكن عبد الصمد ناصر ولمواجهة قرار إدارة الجزيرة لجأ لوساطة من سلطات بلاده، والتي على إثرها تم الاتفاق على أن يقدم نشرات الصباح والظهيرة فقط، والتي هي الأقل مشاهدة في فترات البث. بعد ذلك عاد عبد الصمد ناصر لسياسة الابتزاز والمساومة طمعا في العودة لتقديم البرامج، لكن طلباته المتكررة قوبلت بالرفض. وبعد سقوط نجم عبد الصمد ناصر في الجزيرة لجأ لرفع أسهمه من بوابة تغريدات استفزازية ضد الجزائر لإحراج الجزيرة وقطر ودفع إدارة القناة للتفاوض معه. وفقا لنتائج التحقيقات التي أجراها مختبر سيتيزن لاب المتخصص في الأمن السيبراني، فإن الهجوم الذي استهدف 36 هاتفا يعود إلى صحفيين ومنتجين ومذيعين ومدراء تنفيذيين في الجزيرة تم باستخدام برنامج بيغاسوس للتجسس الذي طورته مجموعة NSO الصهيونية. فبعد اكتشاف فضيحة بيغاسوس وعمليات التجسس وظهور اسم المغرب كفاعل رئيسي بالوكالة في الملف، توصلت التحقيقات إلى وجود شبهة التعامل من داخل مبنى الجزيرة مع جهاز الاستخبارات المغربي الذي تحول لملحق للموساد. شكوك كثيرة دارت حول ناصر عبد الصمد ومدى ارتباطه بعمل مخابراتي عقب اكتشاف تبادل رسائل غريبة في بريده الإلكتروني المهني. وعليه فإن قرار الإقالة ليس له علاقة من قريب أو من بعيد بالتغريدة، بل بعملية تجسس ضد قطر والجزائر يقودها الإعلامي المغربي ناصر عبد الصمد عميل النظام المغربي والصهيوني.